ازيكم يا شباب، الاخبار؟ وفيديو جديد ومره جديده. بس النهارده هنتكلم عن ماده للاسف تسبب مشكله للثانويه عامه كلها والناس كلها بتكتب عنها. النهارده هتكلم معاك بكل اختصار عن الفيزياء. المعروف ان الفيزياء بتسبب مشاكل ناس كتير في الثانويه عامه، واللي منهم كان انا. وده بسبب الفيزياء الحديثه اللي للاسف في نهايه السنه كنت فعلا اتضغطت فيها وما كنتش عارف احل اي سؤال منها، ولكن في نهايه السنه الحمد لله ربنا اكرمني وجبت 59 ونص من 60. ففي الفيديو ده هقول لك ازاي تبدا تجيب الفيزياء ان شاء الله في شوال وتجيب فيها الدرجه النهائيه. فاهم شيء قبل ما نبدا لايك وشير وسبسكرايب، سمي الله، صلى على رسول الله عليه السلام، ويلا بينا نبدا. واول شيء هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن الكتب والمدرسين وازاي تذاكرها. اول شيء في الكتب، انا كنت شايف ان كتاب الامتحان يعتبر من افضل الكتب اللي انت ممكن تراجع منها في الفيزياء، كنت حاسس ان نظام الاسئله بتاعته كان نظام متوسط وكويس. ولكن لو انت عايز طبعا هتضيف كتاب تاني، فانا شايف ان كل الكتب اللي في السوق كويسه، ولكن انا عن نفسي فضلت ان انا اشتغل من نيوتن، كان كتاب كويس. ده بالاضافه طبعا لكتب المدرسين انت هتشتغل مع مدرس اونلاين. لكن بالنسبه للكتب برضه كنا عندي ملحوظه بسيطه، وهي كتاب الوسام. انا كنت جربت احل منه، ولكن للاسف كان عجبني في الفيزياء بسبب الاسئله الصعبه بتاعته، فانا حبيت ان انا ابعد عنه واركز في الاسئله اللي ممكن تيجي في الامتحان، مش الاسئله المستويات العليا والصعبه. ولكن بالنسبه للمدرسين انت ممكن تاخد معاهم فهم كتار، ولكن اللي انا شايفهم ان هو دكتور كرولس ومستر محمد عبد المعبود ومستر محمود مجدي ومستر محمد رضا ومهندس اشرف حسام. الخمسه دول ما شاء الله في الفيزياء، ولكن انا اللي فضلته في المراجعه النهائيه كان دكتور كرولس لسبب واحد، وهو ان الشرح بتاعه كان ما شاء الله يعتبر ابسط شرح في الفيزياء كلها في مصر. انا بحس ان هو لما بيلخص لك المعلومه تلاقي ان الموضوع بتاع الفيزياء بقى سهل معاك ان شاء الله. ولكن الخطوه الاهم هو ازاي هقدر اذاكر الفيزياء بشكل عام. في شويه خطوات لازم تكون عارف ان الفيزياء اصلا بشكل عام هي ماده حل بشكل اساسي، فده لازم تخلي اكبر شيء واكبر هم عندك هو انك تحل. ولكن عشان نتقنها في شويه خطوات هنمشي عليها. اول شيء ان انت لما تيجي تراجع الدرس، مراجعتك للدرس تكون انت هتمسك تقراه من كتاب الشرح الاساسي. يعني لما هاجي اراجع درس همسك كتاب الشرح وهقرا. لو كنت كاتب ملحوظات تمام، كنت ملخص القوانين في كراسه معايا او كشكول او ورقه معايا بره، هقراهم. بعد ما انا قريت هلاقي في نوعين، ممكن ابقى فاكر الدرس تمام وعارف احل عليه، فخلاص مفيش مشكله، هنبقى ننقل على خطوه الحل. لكن لو انت لا قدر الله ما كنتش فاكر الدرس، فهتبقى تخش هتسمع له حصه من حصص المراجعه علشان تلمه في دماغك. وعاوزك تكون عارف ان امتحان الفيزياء عباره عن افكار محفوظه ما فيهوش تجديد الى حد ما. يعني انا لاحظته امتحان الفيزياء على مدار السنين من اول النظام الجديد هتلاقي ان هو ان شاء الله افكاره مكرره، فعشان كده لازم تبدا على طول من اول المراجعه انك تبدا تحل شوامل. ولازم لما تبدا تحل شوامل ابدا بشوامل الوزاره، لان شوامل الوزاره هي اهم شيء وهي المرجع الاول والاساسي بتاعك. فانت هتبدا تحل الامتحانات بتاع الوزاريه السابقه بتاعت السنين اللي فاتت. وطبعا ما اوصيكش انك لازم تهتم باسئله كتاب المدرسه اللي نزلته الوزاره السنه اللي فاتت دفعتي، واتوقع ان هو اتطور على دفعتكم السنه دي. وعاوز اقول لك بقى خبره، اللي انا اول شامل لما جيت احل في الفيزياء ما كنتش فاكر حاجه خالص تقريبا، حتى اخر حاجه كنت اخدها في الحديثه ما كنتش فاكرها. لقيت اللي انا مش عارف احل والدنيا ما كانتش مظبطه ولا ربط الدنيا. عارف ان الموضوع ده بيكون محبط معاك في البدايه، فده ممكن يخليك تاجل حل الشوامل، لكن انا اقول لك لا، ابدا حل. لو ما عرفتش تحل حاجه خالص مفيش مشكله. هنبدا طيب هنتعامل ازاي؟ هنبدا نجيب كل سؤال انا ما عرفتش احله وهروح لجزئيه الشرح بتاعته في الكتاب هحاول احله منها. لو ما عرفتش عادي خلاص افتح يوتيوب واسمع الحل بتاعه، او ممكن تسمع مع المدرس بتاعك. افضل واحد كان بيحل على اليوتيوب متهيألي كان قناه الفيزياء والحياه. واهم شيء احب اقوله لك برضو انك لازم تهتم بالمقالي جدا، لان المقالي ده للاسف ان احنا ما بنكونش مهتمين بيه وبننقص فيه. لان هنا بقى بنقول لك خبرتي اللي انا نص درجه اللي نقصتها كانت في المقالي بسبب اني نسيت اكتب القانون في المساله فنقصت نص درجه. فاهتم انك تكتب المقالي وكمان بالتفاصيل بتاعته. وهنا بقى الفيزياء الحديثه كانت مشكلتي بسبب اني ما كنتش عارف اربط بين كل الافكار اللي كانت موجوده فيها وبين القوانين. فقوانينها كانت كتيره والافكار كانت كتيره، فالدنيا كانت داخله في بعضها ما كنتش فاهم اي حاجه. فعشان احل مشكلتي اضطريت اسمع الفيزياء الحديثه 3 مرات، بس انا ما سمعتهاش كلها كامله. يعني انا سمعت الشرح بتاعها كامل مره، مستر محمد رضا كان شارحها في 3 ساعات تقريبا في فيديو هتلاقيه المفروض على قناته. سمعت الفيديو ده يمكن مرتين وقعدت احاول افهمها مع نفسي. لولا ان انا اشتغلت على نفسي فيها ما كنتش عارف احلها. ولازم تكون عارف اصلا ان هي بتكون درجتها ما شاء الله كتيره في الامتحان، فلازم تهتم بيها. عشان تحلها برضو لازم تلخص القوانين بتاعتها كلها في نفس الورقه. انا عن نفسي لقيت ان هي المشكله كلها اتحلت لما انا حطيت القوانين كلها قدامي وانا بحل، فلقيت ان العمليه بقت اسهل بكتير في الحل. ولازم تكون متقن القوانين كلها وعارفها. فده هيكون بقى ازاي نقدر نحل اي مساله في الفيزياء. لازم اول شيء اوصيك بيه هو انك لازم تطمن على الاله الحاسبه بتاعتك، لان انا وانا داخل ثانويه عامه كانت الاله بتاعتي كويسه، ولكن قبل الامتحانات لاحظت ان هي بدات تضعف لغايه ما فصلت خالص، فرحت غيرت الحجر بتاعها علشان تشتغل معاك كويس في الامتحان. بعد كده لما تيجي تذاكر المساله
او تحلها، اكتب كل المعطيات اللي مديها لك في المساله اكتبها بره، ما تخليهاش كده موجوده في نفس المساله، اكتبها كلها جنب بعضيها بحيث تبقى عارف انت هتشتغل على ايه وشوف ايه اللي مطلوب منك. بعد كده يا ريت تخلي كل القوانين جنبيك. هو طبعا ما تستغناش انك تكون حافظ القوانين في دماغك عشان يسرع معاك عمليه الحل، ولكن ما فيش مشكله انك تخليهم في ورقه جنبيك، او ممكن حتى تطلعهم من كتيب المفاهيم اللي هيجي لك اخر السنه علشان تبدا تكون مربط كل القوانين في دماغك. فبكل بساطه هتبدا تشوف المعطيات وتبدا تربط في القوانين عشان تعرف تحل المساله. ركز على الوحدات، وحدات القياس احيانا ممكن يبقى مديك وحده في المساله وهو طالب الناتج بوحده تاني، او ممكن يكون مديك وحده مشابهه وهو عاوز الوحده الاصليه. ازاي؟ اللي هو مثلا هيقول لك وحده صعبه ويقول لك دي بتستخدم لقياس ايه او دي بتكافئ ايه. انا ازاي اقدر احل المشكله دي؟ دي كانت بعد فضل ربنا بطريقه الاكواد، ودي كان شرحها برضه دكتور كرولس على قناتها، بسيب لك الرابط في الوصف. الطريقه دي حرفيا تحفه، انقذتني في وحدات القياس، ان انا ما كانش فيا دماغ ان انا احفظ وحدات القياس وكل الكلام ده، فانا كانت طريقه الاكواد بكل بساطه كان كود اكتبهم وبحفظهم، تلاقي السؤال ده كله اتحل معاك وهتبقى ضمنت درجه السؤال ده في جيبك. وفي بعض المسائل بخليك ذكي وجرب الاختيارات في المساله اللي فوق، عشان ممكن لو انت ما كنتش عارفها جرب الاختيارات ممكن تمشي معاك. واخيرا اوعى تسمع كلام الناس. في ناس بتقول لك الفيزياء صعبه ومستحيل، لا، هي الفيزياء كلها سهله وبسيطه وجميله بس عايزه فهم. وعايز اقول لك ان انا في نهايه السنه حبيت الفيزياء جدا، انا بحب الفيزياء اصلا من اول السنه، ولكن الحديثه هي اللي كانت سببت معايا المشكله. وامتحان اخر السنه كان امتحان سهل، سيبك من الناس اللي تفضل تصيح وتقول لك الامتحان كان صعب، الامتحان كان مستحيل، انت هتحل هتشوف بنفسك المستوى. الامتحان كان سهل الحمد لله، بس محتاج تنظيم افكار وانك تنظم نفسك في حله. وفي ناس تاني فاكره ان انت لو ما دام حفظت القوانين في دماغك يبقى انت لازم هتقفل الفيزياء، لا غلط. انت المفروض تكون متدرب طول السنه على الافكار المختلفه بحيث تبدا يبقى عندك سرعه في الاداء ومن غير ما تضيع وقتك. وفي النهايه لازم اسالك سؤال في الفيزياء، واشهر سؤال زي ما انت عارف ان الفي بتساوي اي في الار. فهنا لو التيار زاد الضعف المقاومه هيحصل لها ايه؟ غلط، المقاومه ثابته زي ما هي عشان المقاومه مش بتتغير. والسؤال ده كان بنغلط فيه طول السنه، فانت اوعى تغلط فيه وركز دايما المقاومه ثابته مش بتتغير. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. ما تنسوش اخواتنا في غزه من دعائكم، ما تنسوناش من دعائكم برضو. ربنا يوفقكم ويكرمكم وتحققوا كل احلامكم. اتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.